والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير كلكم وبصحة وسعادة يا رب العالمين. مساء السكر، مساء السعادة، مساء كل حاجة حلوة عليكم. طبعا في الفيديو دوت ماما هي اللي احتلت عليه وعملت لكم هي الروتين. يعني بصوا شبيه كده اللي هي خلاص احتلت على القناة كلها وقالت خلاص بقى البت مريم بقى ايه كل يومين تتعب كده وخلاص عليه العوض. فانا من هنا ورايح انا اللي هظهر لكم. فهي هتعمل لكم الفيديو النهارده، وطبعا بصراحه واقول الصراحه وكلمه الحق، هي اشتغلت شغل كتير كتير جدا جدا في الفيديو دوت. وبصراحة يعني كفو عليك يا ماما. حط لها بقى لايك في الفيديو دوت. ولو اول مرة بتتفرج عليا جديد اتمنى تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد بنزله هنزله ان شاء الله. صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا ندخل الفيديو بقلب جامد. في الفيديو دوت هو بصوا كان عبارة كده عن تنظيف بقى وغسيل، واللي هو ايه مش عاجبها الوضع بقى اللي هو ايه في عفارة بقى والاطباق والكوبايات. زي ما انا كنت قايله لكم كل فتره كده لازم ان احنا بنطهرها مثلا بكرول او باي حاجه. فالفتره اللي فاتت ما عملناش فيهم اي حاجه، فمش عاجبها بقى اللي هو ايه. خلاص انا زهقت ومليت وانا اللي هعمل بقى من هنا ورايح. انت كل يوم بقى هتتعبي ولا ايه؟ فهو بصراحة يعني اليومين اللي فاتوا لما كنت واكلة اكل بايظ من الشارع وما كانش حلو وجع لي بطني وكده. والنهارده بقى اخدت اللي هي الحقنه بتاعه اللقاح ديت. هو انا بيقولوا في فيروس نازل جديد ادهلنا وكده، فانا حاسه ان دراعي واقف وخدلان وكده، فهو ايه تعبانه شويه. فاللي هي بقى بتقول لي ايه هو انت كل يومين تتعبي؟ لا خلاص هي خلصت، انا من هنا ورايح انا اللي هعمل لهم روتينات. قلت لها خلاص. والنهارده بقى كده عايزكم تقولولي لو عجبكم الروتين النهارده يا انا يا هي. انا بقول لكم اهو. يعني بصوا بقى هو مفيش اختلاف، نفس غسيل المواعين ونفس التنظيف ونفس الروتين وكل حاجه. هنشوف بقى يا انا يا هي، وعايزاكم بقى تتفاعلوا في الفيديو دوت ونشوف بقى انا ولا ماما. هي بصوا بتعرف تغسل مواعين يعني بصوا اللي هو ايه هنضفك يعني هنضفك بصراحة يعني. ماما في غسيل المواعين ما بتتوصاش. عارفين انتوا لو بقى عايز حاجة كده ومحروم منها، واول ما خلاص بتجيله بيبقى كده. اهي ماما بقى كده. اما بتمسك حلة في ايديها ومش عاجباها اقسم بالله بتطلع عينها. وساعات برضو بتغسلهم بالكرول لو في حلة كده ولا كده وبتقوم غسلاهم اللي هو ايه حاجاتها كلها بالكرول وبالتنظيف وبالمطهرات ماشية كده بأي حاجة يعني. فطبعا ما كنتش عارفه ادعك الحلل دي ولا كنت اعرف اغسل مواعين ولا اي حاجه. فهي قالت لي ايه تقعدي انت بجنب عليكي بس تشغلي لي الكاميرا وملكيش دعوه باي حاجه. قلت لها خلاص. هي بقى هنا كانت غسلت المواعين ودخلت هنا بقى اللي هي المطبقيه دي. بصراحه المطبقيه بصراحه واقول كلمه الحق لو على رقبتي كانت عايزه تتعمل الصراحه يعني تتقال. يعني زي ما انتم شايفين كده البتاعه البيضه اللي تحت دي كانت فيها عفاره ويعني في تراب وكده. واصلا البيت اللي الدور الارض اي دور ارضي يعني بيبقى بحري وكده وبيبقى فيه عفارة كتير. فالعفارة اصلا بقى ايه داخله على المطبخ بقى كله. فلازم كل فترة كده اللي هو ايه يبقى فيه تنظيفة كده على خفيف على اقل، يعني مش لازم اللي هو ايه تكحتي قوي يعني زي ماما ما عملت كده النهارده. على فكرة هي لحد دلوقتي لسه بتشتغل في المطبخ، يعني انا بخلص لكم الفيديو وهي لسه بتشتغل في المطبخ. يعني بصراحة كفاءة عليكي يا ماما. صراحة يا جماعة والله العظيم انا ما كنت هقدر اعمل اي حاجة دي. يعني بصوا انا كنت عايزة اعمل، كنت عايزة انضف وكل حاجة، بس اللي هو ايه مانيش قادرة يعني دراعي واقف. وغير كده كمان حاسة بهبوط وكده، فاللي هو ايه قلت لها خلاص شيل الشيلة انتي ودماغك بقى. يعني عايزاكي تتعاملي في الفيديو دوت ولا اجدعها مريم. هي بقى هنا جابت المفارش ديت. هي ماما في اي حاجة يعني بتحب تفرش وكده.
فهتفرش بقى البتاع بتاعها دوت وتنضف كده الدنيا وتروقها. طبعا في الطشت بتاعها الاحمر دوت، مش عارفه هي راح تبيعهم ولا راح تعمل فيهم ايه. حتى كرول وحتى ميه، يعني هي حطاهم اصلا معاكوا تمام. فهي بقى ايه وهي بتنضف كده على خفيف، ساعات كده بتضايق اللي هو ايه، انت مش واخده بالك من الكاميرا، وساعات والله العظيم بتنسى وهي بتنظف، اللي هو ايه بتنسى كده، بتسهى كده، يعني بتفكر في حاجه وتلاقيها خلاص راحت كده في دنيا تانية. فببقى واقفه قصادها على اساس ان انا ايه افكرها، لا بصي كده، لا إيه اعملي كده، لا ما تعمليش كده، انتوا فاهمين ازاي؟ يعني ايه اللي هو إيه زي ما تقولوا كده اللي بيسموه ايه، السكرتيره. كان الاول ما كانوا في البيت كده اللي هو ايه لو محتاجين حاجه ولا كده، لكن دلوقتي بص سكرتيره وكل حاجه. هي بقى تغسل هنا بالبتاع دوت، وبصراحه لما اتغسلت نضفت وبقى شكلها حلو، وكمان لما فرشتها بقى شكلها احلى. طبعا هي عم خلصت كانت نقعت الكوبايات والاطباق في الكرول. عم خلصت طبعا كانوا نضفوا شويه. بصراحة البتاعة دي لما بتتنضف بتلمع كده وبتحس ان هي لسه جديدة يعني. وبصراحة اي حاجة يعني اي حاجة بيبقى فيها عفارة وبيبقى فيها تراب لازم تشوفها اللي هي مش نظيفة ومش جديدة كده ومش بتلمع، لكن لما تنضفيها وتهتمي بيها هتلاقيها حلوة. فهي بقى بصراحة يعني انا مبسوطة منها في الفيديو دوت، اللي هو ايه نضفت، وانا كنت نفسي يعني انضف واعمل لكم الروتين دوت، بس والله العظيم ما كنت قادرة خالص. الحمد لله يعني هاجي بكرة من المدرسة مش هيبقى ورايا حاجة، يا دوبك بقى ايه لو في اكل ولا كده هعمل الغدا، مفيش غدا هي ممكن تكون عملت الغدا اصلا وخلصت الدنيا كمان. هي بقى هنا خلصت البتاع اللي هي المطبقية ديت وايه، وبتغسل بقى في الاطباق والكوبايات. وهنا بقى كانت بترصهم واللي هو ايه التاتش الاخير دوت. الجردل بقى الاخضر والتشت الاحمر ده انا بعشقهم عيش، معرفش هو ما بيني وما بينهم كده حوار كبير، اللي هو انا بحبهم كده استريحت ليهم. والله العظيم بحبهم كده مش عارفه ليه. طبعا في ناس معظم منكم كده عارف الجردل الاخضر دوت عيش ايه. هي خلاص هنا بقى ايه خلصت الدنيا وكانت بترص. المفروض اللي البوتاجاز كان يتعمل بس هي اصلا في المطبخ الوقتي وبتعمله. اتمنى بقى هنا يا جماعة الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم طبعا زي ما انتوا عارفين اوعوا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك في القناة، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، والسلام عليكم.